هذه وحدة من أمهات الشهداء كانت تزور قبر ابنها في كل ليلة، تروح قبل المغرب، تروح الظهر العصر، قبل المغرب ترجع. يوم من الأيام كانت رايحة متوجهة للقبر، قبر ابنها، سمعت ناعي ينعى على الحسين، قالت هذا مجلس على الحسين، خل أحضر مجلس الحسين وبعدين أروح القبر ابني. يقول جدتي حضرت، لما طلعت من المجلس صاحبة المجلس شافتها، قالت لها أول مرة أشوفك بالمجلس. قالت لها إي والله أنا دائما ما أحضر مجالس، بس هسه سمعت وقلت أحضر. قالت لها إذا تحبين تحضرين بعد عندنا مجلس ثاني. إي شايف أمهاتنا وأخواتنا من مجلس يتنقلن إلى مجلس. قالت لها بعد عندنا مجلس ثاني. يقول انتقلت وياها المجلس الثاني، قالت لهم على الرحب والسعة. الثاني جر ثالث ورابع المجالس، شافت صار وقت الغروب، قالت تأخرت راح تظلم علي الدنيا، ما رحت الوليد اليوم. راحت وقت الغروب، وصلت يم القبر، وجدت امرأة جالسة على قبر ولدها. قالت لها أمة الله ما الذي أجلسك على هذا القبر؟ هذا قبر ولدي. من أنت؟ أنا ما أعرفك أنت منو. التفتت إليها هذه الامرأة، قالت لها أين كنت أنت وتأخرت عن الحضور إلى قبر ولدك؟ قالت لها أنا كنت أحضر مجلس الحسين. التفتت لها الامرأة، قالت لا أنا فاطمة جئت أواسيك بولدك مثل ما كنت تواسيني بولدي. جلست على قبر ابنها، قالت له يا يما يا يما يا يما يا يما شلون يما شلون رحت وين ظلت؟ يما ظلت ربعك كلها ردت وانت ما جيت يا يما.